عمار الناس تقول لي حنوجة تبكي، هل هذا صحيح ام فتنة؟ عليك الله وصلوا لك الحكي؟ لا امزح وياك. تدرين بعض الكومنت شو يسوي؟ إيه؟ مثلا يقول لك فلان دا يبكي، عمار فلان دا يبكي، فانت تظل بالك مثلا هو الناس فعليا احنا كنا قاعدين نقول قصيده ودمعت عين قايد. هلو هلا صديقي شلونك؟ دا يبكي ولا لا؟ قالوا انا كنت ابكي فجأة قبل شوي قالوا عمار دا يبكي. دعوه وين البكي؟ والله الحمد لله واشكر بخير، دامك بخير، لك وحشه يا معود. الله يخليك عيوني. عيني ونظر عيني. هو انا كنت قاعد اقرا قصيده، اي والقصيده هاي وجعت قلبي، فعيني دمعت ما بكيت. الله يسلمك. طب انا من عندي قلت، انا قلت ليش دا امزح بس انا دا اصنف على بعض الناس اللي يقولون فلان دا يبكي لما بس انت قلتها بالوقت الصح. يشرب قهوه مالته ويضحك وش مال. يلا بروحك روح. انت ابكي خايف، انت ابكي. انا ما راح ابكي. صلح المشاكل. اني شنو؟ حلال المشاكل. فلان زعلان عمار روح صالحه، روح واسي. ما هو بس بقت يمك. حتى انا فلان زعلان، تعال انا قلت لهم شوف اقول لكم شغله، اختصرت الموضوع وياهم. قلت لهم اذا انتم زعلتوا، اذا زعلتكم الدنيا انا اراضيكم بقصيده، بس تعالوا علي. عاد شو انقلب الكومنت؟ اهم شيء المتابعين. اهم شيء الناس هذول اللي يحبوك واللي يعني سواء كان جيش. اذا انت عندك جيش حنوش موجود ولا لا؟ اي طبعا. جيش حنوش، جيش عمار كوفي، في يعني اللي يسمي جيش، اللي يسمي عصافير. اي احنا جيش. فكل شيء ولا زعلهم طبعاً. هم في القلب دائما. طبعا. شوف عمار، هم هذول الناس اللي حبوك واللي وصلوك لهذا المكان صراحة. يعني هذه حبهم نعمة عظيمة لنا، قسما بالله. والله. زين قل لي شلون الأجواء يمك؟ إن شاء الله تمام؟ والله الحمد لله كل شيء تمام. الحمد لله والشكر. اي والله. أنا بس هالفترة يعني قضيتها كلها سفر سبحان الله. لكن أول سفر وين كان؟ أول سفر وين قايد؟ بريمن كان صح؟ ألمانيا. بريمن السويد. اي لا بريمن من شهر العاشر. شهر 10 بريمن. بريمن رجعت. بعدين بعد وين رحت؟ دبي. بعدين حفلة 11 شهر 11 وين رحت؟ أربيل حفلة معنا. أربيل حفلة 11. بعدين وين رحت؟ رحت السعودية. لا رجعت دبي وبعدين السعودية، بعدين رجعت دبي. حلو. بعدين رحت ألمانيا داخل حنوش. رحت السويد. بعدين رجعت من السويد رجعت دبي. بعدين رحت البصرة. اي انا شفت تغطيتك للبصرة. اي بعدين من البصرة جيت الأربيل وبعدها هم هناك تغطيتك للبصرة كانت خرافية. اي والله. وتدري احلى شيء والله العظيم كنت اقدر اروح، يعني تدري يعني واحد يقدر بالتلفون اصدقاء هذا انه تدخل تجلس ويا الفي اي بي وما في اي بي. والله قلت لا في اي بي ولا شيء، والله بروح اقعد ويا الناس. احلى شيء. ايش هوسه امي عمار 65 والله بينهم انا قسم بالله 65,000 تخيل لك. احلى شيء والله بين الناس والله، وبين الزحمه والمغامرات. اني وناصر الوبير معايا والجماعه وداخلين بالهذا. لا في اي بي ولا شيء. شنو خلوا احنا بينا وياهم. الاستمتاع الحقيقي وين؟ لما تقعدوا ويا الاوادم هذول. والله صحيح. والله ايش يعني في اي بي وتروح تقعدين شيء تشخصها تشخصها بس والله النوش الجمهور والناس اللي موجوده مخيف فعليا، تعبر عن الفرحه والسعاده فعليا. يعني برغم نوش انت ما حضرتي. انت لو تحضرين والله راح تبكين قسم بالله من والله انا من شفت الافتتاح وشفت الناس وشفت يا معود البطولة الخليج هاي، البطولات السابقة تلاقي بيها حماس وشادينها. البطولة هاي اللي يفوز واللي يخسر أهم شيء إحنا واحد. لحظة، هذا القطري ايش قال اليوم على كأس العالم؟ خالد جاسم قال كلام حلو اليوم. خالد جاسم هذا يعني قناة الكاس هو مذيع. جايب المجلس كله بالبصرة يحللون المباراة. قال احنا جايين من كاس العالم بما انه هي بدولة قطر، صارت هو قطري بالضبط. فقال من جيت على العراق يعني استدعوني انه نجيب المجلس نسوي هناك تحاليل المباراة تحليل.
قال انا مع نفسي قلت احنا متشبعين من كاس العالم. فشفنا كل الامور وكل المنتخبات العالميه وشفنا الملاعب وكل شيء. احنا متشبعين، راح نروح على البطوله مال الخليج راح نسولف ونحلل، بس مو يعني مو بهذاك الشغف. قال بس صدقوني انا جيت هنا نسيت كاس العالم. قال نساني كاس العالم هذا الجمهور. قال هسه انا عايش في حاله مو طبيعيه، يعني بالضبط. جاي احلم من كل قلبي ونسيت كاس